نورنا والله. نورنا والله. والله 100 100. انا برد على الوقت. تفضلوا تفضل. السلام عليكم. احنا ائتلاف الشركات المصريه اللي بنعمل في طريق وبارغات. انت حاليا في القطاع الرابع، انا مدير القطاع الرابع مهندس مصطفى السقا من ائتلاف الشركات المصريه القطاع الرابع، موجودين هنا في القطاع الرابع. احنا هنا المفروض مسؤولين على اعاده تاهيل الطريق على الطريق من قبل الزلات ب 10 كيلو لحد بعد العوينات بحوالي 20 كيلو. دي الخدمه اللي بنديرها في الطريق. المفروض الخدمه دي العقد متوقع مع جهاز المشروعات، مشروعات النقل. احنا في الوقت الحالي بنخدم على الطريق. خلاطاتنا موجوده، تجهيزاتنا موجوده هنا في الكيلو 240 على الطريق. زي ما انت شفت كل التجهيزات اللي موجوده عباره عن مكاتب وسكن خاصه بينا، ومعامل مختبرات خاصه باعمال الطريق نفسه. بالنسبه بقى للمسائل المسائل الامنيه، احنا من يوم ما وصلنا الموقع هنا احنا بيتم تاميننا عن طريق القياده العامه. طبعا القياده العامه عامله طبعا ده كان التزام بينهم وبين الشركات حين توقيع العقد. احنا حتى تاريخه احنا الحمد لله ما فيش اي حادثه واحده حصلت امنيه حتى الان. مفيش اي نوع من انواع التحرش تم بينا سواء من ناس غريبه او من اهل البلد. الحمد لله ناس ودودين جدا يعني. في موقع القطاع الرابع بزياره تفقديه قام بها العميد السيد علي مختار آمر الكتيبه 402 استطلاع، طبعا بالتعاون مع الكتيبه 173. يتم تفقد هذه المواقع وتدليل الصعاب لها وتأكد من توفر الحماية الكافية لها، انطلاقا من تعليمات سيدي المشير كان حرب خليفة بالقاسم حفتر بتولي مهمة حماية هذه الشركات حتى تقوم بعملها بالوجه الأكمل. اليوم قمنا بزيارة الحمد لله، وقاموا باستقبالنا بشكل الحقيقة لائق جدا، وتم النقاش حول النقاط عديدة فيما يخص تأمين الشركة وتأمين الموظفين بهذه الشركة وكل العمال، وأبدوا ارتياحهم الحقيقة للدور اللي يقوم به الجيش العربي الليبي في حماية هذه المواقع وحماية الشركات المصرية أينما وجدت. والحمد لله لا توجد أي خروقات أمنية ولا توجد أي تجاوزات ولا اعتداءات على موظفين هذه الشركة إلى حد الآن.